وقتها هي استغربت من سؤاله وقالت له جوزها ميت من 3 سنين، ازاي قابلته؟ وكانت بتبصله بصات مليانة استغراب. ايه يا مليمين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا بجد. تعالى النهاردة اعيشك في رعب حقيقي حصل في قرية صغيرة في محافظة الغربية، فركز معايا كويس قوي وانزل حط اللايك والكومنت واخبط الشير الرايق وحضر قهوتك واقعد في ركن اوضتك الهادي عشان انت الان مع رعب الخميس. وبسم الله نبدأ. في قرية صغيرة في محافظة الغربية، لما عم شفيق موظف الضرايب طلع على المعاش وأخد مكافأة نهاية الخدمة، وقرر يشتري بيها بيت صغير ليه هو وأسرته علشان يترحم شوية من الإيجار اللي كان عايش فيه طول عمره. يشاء القدر إنه يقع في بيت لقطة من ناحية المساحة والسعر. الموضوع كان فعلا ما يتصدقش إنه فعلا يلاقي بيت بالمواصفات دي والسعر ده. وفوق كل ده صاحب البيت قال له إن هيسيب له العفش اللي فيه هو مش عايزه، وده بسبب إنه بيصفي كل أملاكه عشان يسافر برا مصر. استلم عن شفيق البيت بكل اللي فيه وهو في غاية السعادة، هو ومراته مدام أمنية وولاده الاتنين حازم وفاطمة. حازم كان بيدرس في كلية التجارة وفاطمة في ثانوية عامة، أما مراته فكانت شغالة مدرسة. لكن للأسف فرحة الأسرة البسيطة دي ما تكملش مع أول يوم ليهم في البيت. وأول ما الساعة تيجي 12 بالليل تسمع فاطمة اللي كانت في أوضتها بتذاكر صوت البيانو اللي كان من ضمن الحاجة اللي سايبها صاحب البيت، أكن في حد بيعزف عليه. ورغم إن البيانو كان في الدور الأرضي وهم في الدور التاني، إلا أن صوته كان عالي جدا. استغربت هو مين اللي ممكن يكون بيلعب على البيانو في الوقت ده، وقامت تشوف عشان محتاجة تركز في المذاكرة. لكن أول ما تنزل تحت وعينيها تيجي على البيانو تتفاجئ إن الزراير بتاعته بتتحرك كأن في صوابع مش باينة بتدوس عليها وبتعزف على البيانو. من الذهول فضلت واقفة مكانها مش مستوعبة اللي شايفاه قبل ما تقرب منه وتتأكد يمكن بيتهيأ لها، علشان تلاقي إن الكرسي اللي قدام البيانو على طول محطوط عليه دماغ بنت من غير جسم بشعر طويل مغطي الوش كله، مش باين منه غير عينين بتغمض وتفتح. فاطمة لما شافت المنظر فضلت تصرخ وتعيط بطريقة هستيرية. الغريب إن أهلها اللي كانوا لسه يدوبك داخلين يناموا محدش فيهم حس ولا كان سامع صوت صريخها، رغم إنها فضلت تصرخ وتعيط فترة طويلة لحد ما فقدت الوعي. وكل ده محدش حس بيها غير الساعة 6 الصبح لما مدام أمنية والدتها كانت صاحية كالعادة عشان تروح شغلها وتلاقيها مرمية على الأرض جنب البيانو علشان تصحى تصرخ وتصحي والدها واخوها يشوفوا فاطمة فيها ايه. ولما فاقت وحكت اللي حصل محدش كان مصدق كلامها، واكدوا انهم ما سمعوش اي صوت صريخ زي ما هي بتقول، علشان يبرر والدها عم شفيق ان اللي حصل مع فاطمة ده توتر بسبب ضغط المذاكرة وانها لازم تخف على نفسها شوية، لأن بدأ يحصل لها تهيؤات وحاجات ما بتحصلش. وفي نفس الليلة بالليل كانت قاعدة مدام أمنية جنب بنتها وبتقرأ ليها قرآن، لأن فاطمة كانت في حالة نفسية سيئة جدا من بعد اللي حصل، لحد ما اطمنت إن هي نامت وقفلت عليها الباب. لكن قبل ما تدخل على أوضتها تسمع صوت عزف البيانو تاني. وقفت لثواني هي قاعدة بتركز هو الصوت اللي هي سمعاه ده حقيقي ولا تهيؤات من الكلام اللي قالته فاطمة، وهل ممكن فعلا كلام فاطمة يطلع صح. فضلت واقفة مكانها بتسمع صوت البيانو اللي شغال تحت، والخوف سيطر عليها وهي في دماغها بتقول هل فعلا الكلام ده ممكن يكون حقيقي بجد؟ ده هي نفسها ما كانتش مصدقة. بدأت تخاف وتتوتر لحد ما قررت إنها تنزل تشوف اللي بيحصل ومين بيعزف على البيانو. تنزل تحت وتبص على البيانو عشان تلاقي إن في صوابع مش ظاهرة بتدوس وبتعزف عليه. بلعت ريقها وهي بتترعش وبتستعد إنها تصرخ علشان حد ينجدها، لكنها تتفاجئ ب3 أشخاص واقفين ورا البيانو. قالت إنهم كانوا أشبه بالأموات لكن بعيون مفتوحة عادي،
راجل وست وطفلة صغيرة، كأنهم أسرة واحدة. بشرتهم شحبة وعيونهم بيضة بشكل مرعب. التلاتة واقفين بيبصوا عليها ويبتسموا ابتسامة مرعبة، علشان من الصدمة والخوف ما تلحقش حتى تنطق وتطب مكانها ساكتة. كالعادة نفس المشهد بيتكرر، باقي الأسرة ما يكتشفش الأمر غير تاني يوم الصبح، وتنتقل مدام أمنية للمستشفى، واللي لولا اتلحقت بسرعة ورغم إنها قعدت الوقت ده كله ربنا سترها عليها وقدروا يلحقوها، لولا كده كانت ماتت نتيجة الصدمة القلبية. لما فاقت وحكت اللي حصل وأكدت على كلام فاطمة بنتها، اقتنع جوزها عم شفيق إن في حاجة مش طبيعية في البيت ده، وافتكر ملحوظة مهمة قالها الراجل صاحب البيت، وده اللي خلى عم شفيق يركز أكتر في اللي بيحصل في البيت والتفصيلة المهمة، وهي إنه وصاه على أوضة في الدور الأرضي ما يفتحهاش أبدا، لأن فيها حاجات هو محتاجها هياخدها منها لما يرجع من السفر. وقال له أمانة الأوضة دي ما تتفتحش غير لما أجي أفتحها بنفسي مهما اتأخرت عليك. عم شفيق لما حس إن البيت فيه حاجة مش طبيعية بعد وقعة بنته ومراته، قرر إنه يفتح الأوضة دي ويشوف إيه اللي فيها، لأن الشك والتوتر مسك دماغه خلاص، مبقاش عارف يعمل إيه. وبالفعل يكسر القفل اللي كان عليها، واللي كان واضح إنه بقاله سنين كتير ما اتفتحش بسبب الصدى اللي كان عليه وكمية التراب اللي كانت في أركان الأوضة. الأوضة ما كانش فيها حاجة زي ما ادعى صاحب البيت، غير صورة متعلقة على الحيطة لأب وأم وبنتهم، ودولاب صغير. في الدولاب ده كان فيه جورنال قديم جدا بتاريخ إصداره من 14 سنة، وده كان شيء غريب جدا. فين الحاجة اللي صاحب البيت قال إن هو هيجي ياخدها؟ وإيه الصورة الغريبة دي؟ وده بس اللي كان موجود جوه الأوضة. بس هنا كانت الصعقة. الجورنال فيه خبر يخص عبد الكريم سعد عبد الكريم، ومعاه صورته، وده الشخص مالك البيت اللي اشتراه منه عم شفيق. خبر فيه تفاصيل حادثة قتل حصلت لأسرة عبد الكريم هو ومراته وبنته عن طريق قتلهم بعد مشاجرة بينه وبين أخوه مصطفى عبد الكريم بسبب الورث. والمشاجرة اللي حصلت ما بينهم كبرت لدرجة أدت إن الأخ يطعن أخوه ومراته وبنته ويقضي عليهم هما التلاتة، وما كانش مصدق عينه ولا اللي بيقراه. ازاي الشخص ده مقتول من 14 سنة، وازاي هو قابله واشترى منه البيت؟ كان حاسس انه بيحلم ومش مصدق نفسه. وأول حاجة عملها راح للسمسار اللي وصله بالراجل صاحب البيت علشان يفهم منه الحكاية. لكن الغريب لما راح بيت السمسار ده وقابل مراته ويسألها عليه ويقول لها إن هو محتاجه ضروري جدا، وقتها هي استغربت من سؤاله وقالت له جوزها ميت من 3 سنين، إزاي قابلته؟ وكانت بتبصله بصات مليانة استغراب، وده حتى كانت فاكراه مجنون. هو نفسه ما كانش مصدق حاجة، كأنه في حلم. ولما الناس دي ميتة أمال هو قابل مين؟ والموضوع ما خلصش لحد هنا، وهو مسكتش وفضل يدور يمين وشمال ويتطقص ويلف في القرية كلها والسكان اللي حوالين البيت علشان يتأكد فعلا من صحة الرواية، وإن صاحب البيت مقتول فعلا هو وأسرته من 14 سنة. وكل اللي سألهم قالوا له كده، أكيد مش هيحوروا كلهم سوا يعني، ومن الواضح إن دي مش حالة نصب ولا حاجة، ولا هم متفقين مع بعض ولا حاجة. وكلهم قالوا إن الورثة اللي سكنوا في البيت هربوا بعدها فترة صغيرة بسبب إن كانوا بيشوفوا حاجات مش طبيعية بتحصل فيه. ولما بدأ يسأل طيب إزاي السمسار قبله وهو ميت، وإزاي صاحب البيت هو كمان قبله وإنه متأكد من شكله، ولما شاف صورته في الجورنال بعض الناس قالت له إن هم جن وجايز هم كانوا عاوزينك تسكن في البيت لغرض معين. لكن في النهاية قرر إنه لازم يسيب البيت هو وأسرته خوفا إنه يحصل لهم أي حاجة، خصوصا إن مراته فضلت فترة كبيرة في المستشفى مش بتنطق، وإن فاطمة بنته الموضوع فضل فترة طويلة مؤثر عليها نفسيا، وكان بيحصل لها نوبات فزع وصريخ متكرر. لكن المفاجأة هنا هو ابنه حازم، واللي رفض إنه يسيب البيت لأي سبب ومبرره ما كانش يتصدق. حازم قال لوالده عم شفيق إنه من أول لحظة دخل فيها البيت وهو عارف اللي حصل،
وإنه شافهم التلاتة الأب والأم والبنت اللي اتقتلوا، وإنهم حكوا ليه على كل حاجة، وإنهم مش هيأذوه ولا هيأذوا حد من عيلة عم شفيق، ورفض إنه يسيب البيت نهائي. والحكاية انتشرت انتشار واسع، وبدأ عم شفيق يظهر على بعض البرامج التلفزيونية وهو بيحكي اللي حصل. بس الغريب إن محدش كان مصدق كلامه خالص، وبدأ بعض القنوات تروح البيت تصور. بس الغريب إن فعلا البيت كان مقفول من زمان، الإقفال والأبواب كانت بتوضح إنها ما اتفتحتش من سنين كتير. لكن الأغرب إن عم شفيق كان بيأكد كل حرف حكاه، وإن ابنه حازم موجود جوه البيت، وطلب من الشرطة تطلعه قبل ما يحصل له حاجة. واللي حصل كان أغرب وأغرب، لأن الشرطة اقتحمت البيت ولقت وصف البيت والعفش زي ما قال عم شفيق بالظبط. حتى البيانو والأوضة اللي عليها القفل المصدي موجودة ومقفولة زي ما هي، كل التفاصيل جواها زي ما هو حكى بالظبط، كأنه فعلا دخل المكان وشاف كل حاجة. بس المرعب فعلا إن الأبواب والإقفال بتدل إن محدش قرب من البيت من سنين كتير. والمرعب أكتر هو وجود هدوم تخص حازم ابنه وبعض المقتنيات الشخصية. لكن لحد يومنا هذا اختفى حازم ومحدش يعرف هو راح فين.